السلام عليكم. عمرك سألت نفسك ليه ربنا فرض علينا نقرأ سورة الفتح في كل ركعة؟ 7 آيات بنكررها كل يوم أكتر من 17 مرة. وليه السورة دي بالذات؟ أكيد في سر. سورة الفتح مش سورة عادية، دي أعظم سورة في القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم سماها أم الكتاب وقال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يعني الصلاة ما تصحش من غيرها. طب إيه اللي بيخليها أساسية كده؟ لأنها جمعت معاني الدين كله. تعالوا نمشي مع الآيات كده واحدة واحدة. الحمد لله رب العالمين. أول حاجة بتبدأ بها علاقتك بربنا، هي الشكر والاعتراف إنه هو صاحب كل النعم اللي عندك. الرحمن الرحيم، تذكير دايم إنه مهما غلطنا رحمة ربنا أكبر من ذنوبنا. مالك يوم الدين، تذكرة إنه الدنيا مش نهاية المطاف، في يوم للحساب وكل واحد هيتحاسب على أعماله. إياك نعبد وإياك نستعين، هنا بتجدد عهدك مع ربنا، بتقول له: يا رب أنا مش هعبد غيرك، مش هطلب العون غير منك. اهدنا الصراط المستقيم، أهم دعاء في حياتك كلها، لأنه لو ربنا هداك للطريق الصح كل حاجة في حياتك هتتصلح لوحدها. صراط الذين أنعمت عليهم، ده طلب إنك تمشي مع أهل الطاعة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ده دعاء بالحماية من الطريق الغلط. شوف ازاي السورة بترتب حياتك. كل ركعة فيها دورة كاملة، تبدأ بالشكر، تفتكر رحمة ربنا، تستعد ليوم القيامة، تعلن عبوديتك وتطلب الهداية، كأنك بتعمل إعادة تشغيل لنفسك في كل ركعة. خلينا أديك مثال عملي. لما تقول اهدنا الصراط المستقيم، جرب تستحضر إنك محتاج هداية في مذاكرتك، في شغلك، في اختيار أصحابك، في كل حاجة في حياتك. فالمعنى مش محصور في الصلاة بس، المعنى ده بيتسرب بحياتك كلها. وعلشان كده الفاتحة مش مجرد صورة، هي منهج حياة كامل. كل مرة بتقوله ترجع تفتكر هدفك ومصيرك، ولو ركزت وتدبرت معانيه عمرك ما هتمل تكررها، بالعكس هتحس إن كل ركعة تكتب لك بداية جديدة مع ربنا. بس كده، ما تنساش تشارك الفيديو ده مع غيرك واعمل لايك لأنه بيساعد على نشر الفيديو، لأنه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدال على خير كفاعله. سلام عليكم.